جميعا هنيئا لنا جميعا. فاليوم نهدي هذا الانتصار للشعب المغربي، ونهدي هذا الانتصار لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ففعلا فحقق أشبال الأطلس انتصارا باهرا ودخلوا للتاريخ من بابه الواسع. فاليوم فزنا بكأس العالم. نعم لا ما نقدرش نكمل لك على الفرحه ديالي. كنت اليوم متخوفا ولكن كانت لدي ثقه في اشبال الاطلس، فاشبال الاطلس فرحوا اليوم 40 مليون. فهنيئا لنا جميعا يا مغاربه. فهذا النصر اليوم سندخل للتاريخ من بابنا الواسع. فدائما المغرب انجازات، مشاريع، بنيه تحتيه، نجاح ريادي. فموتوا يا اعداء، فموتوا يا اعداء، وهنيئا لنا جميعا. شكرا لك. الحمد لله وليدات المغاربه اللي هما جيل زاد جابوا العز للبلاد، والعقبال ان شاء الله البرلمانيين هما يترجلوا ويجيبوا العز للبلاد. اما غير جيل زاد وليداتنا الصغار شنو داروا للبلاد. الشعور ديالك بعد الفوز؟ الشعور ديالي لا يوصل. السلام عليكم. لا يوصل. انا بغيت نقول للناس بعد البرلمانيين يكونوا رجال بحال الشباب ديالنا. لا حنا الحمد لله المغاربه كاملين رجال. بغينا نقولوا البرلمان اللي شادين البلاد يكونوا رجال بحالهم بحال الدراري هادو. هذا الشيء اللي غادي نقدر نقول. والله يسر الكلمه ديما مغرب. الكلمه اللي غادي نقول انا الكلمه اللي غادي نقول تحيه لجلاله الملك محمد السادس. نهديو ليه هذا اللقب هذا اللي داروا هذا الدراري. برافو عليهم، برافو 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 الدراري. كنتوا رجال، حنا فرحان جينا باش نشجعوا المنتخب الوطني المغربي. الحمد لله انا قلت 3-1 ولكن الحمد لله 2-0 كيف نديروا 2-0 كيف نديروا 2-0. كلمه الحمد لله رباح 2-0. ديما المغرب ديما الحمد لله، وجاي من مدينه جديده. مرحبا ان شاء الله كل ديما معاهم. الحمد لله كل نهار ورزقه. ديما مغاربه فرحانين، وعاش الملك فرحانين، والحمد لله والحمد لله الحمد لله. المقابله اليوم شنو نقول لك، والله انا تبورس زعما مقابله المغرب اشبال اطلس لا اله الا الله، ولكن بفضل الرعايه الساميه ديال صاحب الجلاله محمد السادس المدرسه الكرويه اللي دارها والرعايه الكامله ديالو. وهذا انتصار لسيدنا الله ينصرو للشعب المغربي. ديالو باقي بلا نعاس يعني ما غنعسوش اخويا. 48 ساعه ما كاينش النعاس يجيو عاد نعسو. كل شيء مشكل قال كنجاو حاضر وتيجي. الفرحه ديالنا وهذا انتصار المغاربه كلشي من طنجه للقويره. كاس العالم إذن مشاهدينا الكرام، فرحة كبيرة هنا وسط العاصمة الاقتصادية مدينة الدار البيضاء. شوف كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام مباشرة معكم من ساحة الأمم المتحدة وسط العاصمة الاقتصادية مدينة الدار البيضاء. فوز المنتخب الوطني لفئة أقل من 20 سنة يخرج ساكنة مدينة الدار البيضاء للاحتفالات. المشاهدين الكرام، نخلوا المساحه لباقي الزملاء اللي كيشتغلوا في مختلف المدن المغربيه، مراسلين صحفيين قناه مصدر الاوفياء.
باش انهم يخدموا حتى هما. شكرا لكم مشاهدينا الكرام والى اللقاء.